النهارده هجرب معاكم لاول مره حلواني لوكسير. أم، الباكج جاي كده والعلبه من جوه شكلها لذيذ لذيذ الحقيقه، ومكتوب عليها كمان معاك في كل فرحه، يعني اي فرحه هتلاقي لوكسير معاك. هنشوف. انا اول مره اجربه النهارده زي ما قلت لكم، فهنفتح ونشوف. بصوا، جبت من عنده ملفي وكلير. تعالوا ندوق سوا ونشوف. هجرب اول حاجه الملفي، وفي جاتو كمان على فكره. اقول لك على حاجه، الصراحه مش انا اللي جايباه، هو جاي لنا هديه، فانا طبعا استغليت الفرصه وقلت لازم اصوره. مفيش حاجه بسيبها بعتقها تعدي كده. يلا اول حاجه اجربها الملفي. نجرب ايه؟ في ملفي مربى وفي شوكولاته، فانا هجرب ايه. طبعا مش هقدر اجرب كل حاجه، فانا ايه هقطع حته من المربى وادوقها واقول لكم. بصوا، الملفي فيه طبقتين كريمه كويسين كتار، كريمه مش قليله يعني، متوازنه مع الملفي. المهم الطعم. بسم الله. الملفي حلو، السكر بتاعه هادي، كريمه طعمها حلو ودسمه، والسكر هادي مش عالي خالص. اللي مش بيحب السكر عالي ده بالنسبه له حلو. ويمكن تعليقي الوحيد عليه ان الملفي نفسه مش مقرمش، يعني طري شويه. ده الكومنت الوحيد اللي يتقال عليه، لكن غير كده هو حلو جدا. نجرب بقى الاكلير. نجرب الاكلير الشوكولاته البيضه ده، شكله لذيذ. افتحوا. ده محشي كريمه من جوه طبعا، او كريم باستري. ندوق. حلو قوي برضه، ونفس التعليق. برضو سكره مظبوط، يعني سكره مش عالي خالص. عايزه اجرب معاكم قطعه من الجاتو. نجرب معاكم ايه؟ فواكه. تعالوا ندوق الفواكه دي. بصوا شكلها عامل ازاي. تعالوا ندوق. هي حواليها، هي ملفوفه كده. ندوقها. فيها هشه وحلوه، وفيها طبقات في بره فواكه، وفي طبقات كريمه، وفي مربى في النص. طعمها لذيذ قوي برضو. اخر حاجه هدوقها معاكم عشان ابقى دقت حاجه فيها شوكولاته. هدوق معاكم ملفي الشوكولاته. اقطعها بالسكينه. نفس الكلام، مفيش كلام جديد اقوله. الطبقات متوازنه، والكريمه اللي جوه حلوه، بس انا عجبتني
الكريمه اللي هي بتاع الملفين مربى عجبني اكتر من الشوكولاته، يمكن ده تفضيل شخصي، لكن هما الاتنين بصراحه حلوين، والجاتو بتاعهم حلو قوي برضو. فخلاصه الموضوع الحاجه كويسه جدا، سكرها مظبوط قوي، تستاهل انك تجربها، بس الملفيه عايز يبقى مقرمش اكتر من كده، او ما يبقاش طري كده شويه، كان هيبقى احلى بكتير جدا. غير كده هو حلو جدا، واشجعكم تجيبوه. يلا باي باي.